الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. بداية أقدم لكم اعتذار السيدة الوزيرة التي لم تتمكن من ترأس هذا الدورة 21 من المجلس الإداري للوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي سليمان سيدي قاسم. قبل أن أتلو عليكم كلمة السيدة الوزيرة سأعطي الكلمة للسيد عامل الحكيم القنيطرة. شكرا سيدي العام رئيس المجلس الإداري للوكالة الحضرية سيدي قاسم سيدي سليمان، سيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، السيدات والسادة الأحباب الكرام، السيدات والسادة ومسؤولي وسائل الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات الكولومبيسيين والكولومبيسي الكاتب، السيد العامل المحترم، السيد رئيس القسم، السيد الكاتب العام، جميع مرحبا بكم ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. بطبيعة الحال ما ننساوش السيدات والسادة رؤساء المجالس المنتخبة والمنتخب. في البداية أود أن أرحب بالسيدين العاملين والسيد المفتش العام رئيس المجلس الإداري والسادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية في رحاب إقليم قنيطرة، متمني لإشغال هذه الدورة بالنجاح والتوفيق. لقد أكدت الوكالة الحضرية على مدى سنوات عملها على مستوى عالي ومتواصل من العطاء ومن تطوير مجال التعمير والبناء في مجال تدخلها، وخاصة على مواكبة مختلف المتدخلين في سبيل إنجاز مشاريعهم وبرامجهم قطاعهم. ولعل حجم دراسات وثائق التعمير وإعادة الهيكلة ومساعيها الهادفة لتبسيط مساطر البناء في المجال القروي لا دليل على المجهودات الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسة، وذلك رمضان الإمكانيات المالية المقصودة لها والتي أكدنا عليها. بهذه الكلمة الافتتاحية أن أتقدم بالشكر والامتنان لجميع السيدات والسادة الحضور الكرام الذين أبوا إلا أن يشاركونا في إشغال هذا المجلس الذي نعقده في إطار تفعيل مقتضيات الظاهر الشريف بمثابة القانون المحدد للوكالة الحضرية، وأيضا في إطار تطوير آليات الحكامة الجيدة المعتمدة لتدبير المرفق العام والارتقاء بأدوار خدمة الصالح العام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رمضان مبارك للجميع. اليوم تنتواجدوا في مقر ديال العمالة ديال الدورة 21 ديال الوكالة الحضرية للمجلس الإداري، اللي كان تحت شعار دعم الاستثمار وضمان الاستدامة وتكريس العدالة المجالية بثلاث أقاليم، إقليم ديال قنيطرة وإقليم سيدي قاسم وسيدي سليمان. وكان واحد العرض ديال رئيس المجلس الإداري وديال المديرة ديال الوكالة الحضرية، كان عرض قيم بينوا فيه المجهودات اللي تيبذلوا، مجهودات مهمه، مجهودات جباره بالنسبه لهاد ثلاثه ديال الاقاليم اللي تيعرفوا الحمد لله واحد نمو اقتصادي، واحد تطور اقتصادي، ثروه فلاحيه مهمه. انه من بعد تارودان حنا ثانيا اقليميا بالنسبه لهاد ثلاثه الاقاليم على الصعيد الوطني بالنسبه للثروات الفلاحيه، اللي بالمناسبه عطينا اقتراحات ونصائح للوكاله اللي نتعاونوا حنا كاملين اللي نرفعوا من هاد ثلاثه ديال الاقاليم فيما يخص المسائل المعماريه، خلق تجزئات في العالم القروي اللي غتخلي نقص الاقتصاد في المدن، واللي تنطالبوا بواحد المنطقه صناعيه غذائيه اللي تكون في ثلاثه الاقاليم اللي تعطي قيمه للفلاح وقيمه للمنتوجات الفلاحيه ديالنا ديال الاقليم. كانت اقتراحات يعني مساحات خضراء اللي تكون في التصاميم ديال التهيئه في المدن الكبرى، لان تنشوفوا واحد المدن الكبرى عندهم واحد يعني معماريا يعني المجال غادي في البناء، ولكن المساحات الخضراء خاص التفكير فيها، خاص مجالات اللي نحاولوا المدن ديالنا ديال قنيطره سيدي قاسم سيدي سليمان يكونوا فيهم مساحات خضراء كبرى، اللي نخليو يعني المواطن ديالنا ديال هذه الاقاليم يحس بانه ما كاينش غير يعني البنايات، يعني عنده فضاءات فين ممكن يخرج ويتفسح فيهم. هادو من التوصيات اللي كانوا اللي صراحه كان لقاء جيد، كان لقاء يعني تيبان فيه يعني رؤيه للوكاله الحضريه ولا الوزاره بصفه عامه، رؤيه يعني في المستوى ان شاء الله القريب غادي تعرفوا هذه الاقاليم واحد هذا تطور معماري. كانت مناسبه الشكر للوزيره ديال سياسه المدينه هذا التراب الوطني اللي تتبذل واحد المجهود كبير في القوانين الجديده بالنسبه للتعمير، اللي ان شاء الله غادي يكون في البرلمان، في قبه البرلمان، قانون جديد ديال التعمير اللي غادي يخلي
التسهيل ديال الرخص ديال البناء ويسهل المسطره ديال رخص البناء في المدن وفي العالم القروي، اللي صراحه تنشكروها بالمناسبه، اللي تتبذل واحد المجهود كبير في لقاءات تشاوريه مع الرؤساء مع المنتخبون مع البرلمانيين. هذا الشيء كامل تيجي في واحد التكريس ديال دوله اجتماعيه، لان من شعار الدوله الاجتماعيه هو السكن اللائق، هو العيش الكريم. وشكرا. سعيد 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 شدد سعيد باش دير تفضل سي بسام. خصكم ديماريوني ضروري منه. نعم هاد الدورة 21 الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم. في الحقيقة الوكالة الحضرية كتلعب واحد أدوار كبيرة ومهمة في التنمية المستدامة لهذه الجهة والنفوذ الترابي ديالها. وحنتوما شفتوا يعني من خلال العروض ومن خلال يعني الشريط ومن خلال الكلمات ومن خلال المتدخلين، يعني الكل أجمع على أن الوكالة الحضرية تقوم بدور ديالها. علاش؟ لأن كنلقاوها دائما تواكب جميع المشاريع التنموية وتواكبها بذكاء ترابي وبمتميز، يعني تحاول أنها تخلق إيجاد الحلول لواحد العدد ديال الإشكاليات اللي هي موجودة ومطروحة في عدد الملفات، لأن عدد كبير من الأحيان القوانين لا تسير ترابيا، ولكن بفضل المبادرات والحنكة والذكاء ديال المشرفين على هذه الوكالة وعلى رأسهم السيدة المديرة كيلقاو الحل الملائم بطبيعة الحال مع جميع القوانين. وهذا الشيء كله كيخلي أن هذا النفوذ الترابي ديال هذه الوكالة أنه كيعرف واحد الدينامية كبيرة في الاستثمارات على جميع المستويات، لا الفلاحة ولا التجارة ولا الصناعة ولا الخدمات، يعني وهناك إقبال كبير وواحد الجاذبية على الاستثمارات في هذا النفوذ الترابي لهذه الوكالة وبهذه الأقاليم الثلاث اللي كتمثلهم هذه الوكالة. إذن بصفة عامة طلبنا أن هذه الوكالة خصها تزيد دعم، لأنها كتلعب واحد الدور متميز وعندها كتستقبل واحد العدد ديال الاستثمارات على الصعيد الوطني ما فوق 30% من الاستثمارات الوطنية كلها كتوجد في هذا النفوذ الترابي ديال هذه الوكالة. إذن لا بد من دعم هذه الوكالة باش تلعب وتقوم بالأدوار ديالها اللي خصها تقوم بها. دائما متواجدة، يعني دائما يعني وثائق ديال التعمير متوفرة، تشتغل معنا الآن على كذلك تنويع العرض السياحي لمولاي بوسلهام، وكذلك خلق مدينة خضراء جديدة في مولاي بوسلهام. إذن هذه كلها أشغال تعمل عليها الوكالة، بالإضافة للمواكبة اليومية التعميرية السكنية، لأن وكذلك كتعطي فرص لخلق فرص للشغل، لأن كون لو باتيمون فا تو فا شي اللي تيقولوا. إذن الوكالة دائما متواجدة وما عندنا ما نقولوا. السيدة المديرة تبارك الله عليها يعني مرأة قادة وواقفة ومتواصلة مع جميع الرؤساء ومع جميع الأمور، إلا الأشياء اللي بطبيعة الحال كتفوقها راه ما عندها.